من بداية البشرية كل جيل بيحاول يبذل كل جهده انه يمرر القيم الاجتماعية والثقافية دينية واخلاقية، المهارات والتقاليد بتاعته للجيل اللي بعده، وده كان معرف وقتها بحاجة اسمها التثقيف. زمان المناهج الدراسية كانت عبارة عن التاريخ والمعتقدات وشوية معارف واي مهارات ممكن تكتسب من خلال التجارب والحياة. ولو رجعنا لورا شويتين في مرحلة ما قبل القراءة والكتابة، التعليم وقتها كان شفوي. طيب لو مش عايز تتعلم شفوي، عادي من خلال المراقبة تبص على اللي بيحصل حواليك وتتعلم، مش هيضر والله. هتقولي طب الحاجات ديت كانوا بيحتاجوا لها دروس خصوصيه؟ لا، زمان كان المعلمين هم الوالدين او اي فرد في الاسره ممكن يقدر يعلمك الحاجات دي. بعدين اتقدمنا بالزمن شويتين فبقى الموضوع لازم يكون منظم اكتر، فبقى في عدد من الاشخاص بيكونوا مدربين في اعمال معينه زي تربيه الحيوانات او صيد الاسماك، الطبخ او البناء او المهارات العسكريه. كل دي مهن كان في ناس متدربه عليها، وكانوا كمان متدربين ازاي يعلموها لغيرهم، وكانوا بيسموا الناس دي معلمين. كان بيسمى معلم مش عشان اي حاجه، على قد ما الشخص ده كان بيقدر ينقل معرفته للشخص اللي قدامه بطريقه سليمه وصحيحه. وكل ده متفقين عليه ان هو شفوي، ما كانش فيه ولا كتابه ولا قرايه وقتها. ولو جينا نسال نفسنا طب الناس اللي كبرت وما اتعلمتش، هل كان في محو اميه؟ كان في محو اميه، ولكن كان مقتصر على جانب معين من المجتمع. يعني تقدر تقول ان محو الاميه كان مقتصر على المؤسسات الدينيه او الناس الغنيه اللي بتقدر تدفع عشان تتعلم. محو الاميه كانت بتعتبر دروس خصوصيه، كانت للي معاه فلوس، بتخص فرد واحد بس، ما كانش في مجموعات. زمان كان على قد ثقافه اسرتك وخبراتهم بتتبني ثقافتك انت، وبيتحدد مكانك هيكون فين في المجتمع. يعني تقوم دلوقتي تتعلم لك حاجه عدله تعملها عشان المدارس لما تختفي تلاقي حاجه عدله تعلمها لاولادك، اصلك هتتفضح قدام. خبراتك ايه؟ سوشيال ميديا وبلاي ستيشن، ما شاء الله عليك. بعد سنة 1850 بدأ التعليم الابتدائي المحو الأمية، وما كانش متوفر في كل البلاد طبعا. هتقول لي يا ده كان زمان. لا، أحب أقول لك إن لحد دلوقتي في بلاد بتعاني من الأمية، معدلات محو الأمية في البلاد دي أقل من 60%، وده طبعا هتشوفه في بلاد زي أفغانستان، باكستان، بنجلاديش. يعني بالبلدي كده البلاد دي عندها عدد كبير جدا من الأميين، والمشكلة إن البلاد ديت عندها مشكلة أساسا في إنها تمحو أميتهم أو تعلمهم. أنت متخيل إن أنت تعيش حياتك كلها مش عارف ولا تقرأ ولا تكتب؟ ده مصيبه ايه اللي احنا فيها دي؟ بس بصراحه لو جينا نفكر فالمدارس والجامعات والكليات ما كانتش هي الوسيله الوحيده ان انت تتعلم حاجه في الماضي، لان كان وقتها في مهن بتحتاج منك تدريب زياده. وزمان في اوروبا وفي العصور الوسطى تحديدا ولحد وقت كمان قريب كان عندهم مشكله انهم ما بيعلموش الطلاب مهارات تجاريه في الفصول الدراسيه، ولكن كانوا بيتعلموها اول ما يبداوا يشتغلوا في التدريب المهني. مع انك لو جيت تبص على دوله زي مصر دلوقتي هتلاقي ان احنا عندنا بنعلم الناس جزء عملي في مناهجهم الدراسيه، لانك لو فكرت كواحد ما يعرفش اي حاجه هتقول ان الموضوع ضروري، ان المنهج النظري بجانب الجزء العملي بيكملوا بعض، وما ينفعش جزء منهم واحد هو اللي يدرس ويكون منفرد. لا، الاثنين لازم يكونوا مع بعض عشان تعرف بقى انك احسن من غيرك. فالح بس تتريق على ماده الزراعه والتدبير المنزلي، اشتغل وانت ساكت. بيني وبينك انا دايما بسال نفسي، هل التعليم حاجه حلوه ولا لا؟ اصلا انا كشخص لسه مخلص التعليم من قريب انا مش قادر احدد هل انا مبسوط ولا لا. وليه دايما بتحس انك مضغوط ومجبر انك تتعلم؟ بيني وبينك انا وصلت معايا ان في وقت من الاوقات حسيت ان التعليم معطلني عن مستقبلي. خليني اقول لك ان سنه 1912 اتعملت حاجه اسمها المدرسه السلوكيه. المدرسه دي كانت مهتمه بنظريات التعليم والتعلم، كانوا عايزين يعرفوا ازاي الاحداث بتاثر في السلوك بتاعنا. وكانت المدرسه دي تحت اشراف جون واتسون. بعد جون واتسون ظهر عالم اسمه ادوارد لي سورنداي. الراجل ده عمل تجارب اثبت ان الكلام التشجيعي والمكافآت بصفه عامه بيدعم الشخص اللي بيتعلم وبيخليه احسن، في حين ان نفس الشخص ده لو جيت وعاقبته ده هيقلل من استجابته جدا. العقاب ده بيخلي العيال تطلع تقول يا اخوانا انا عندي دادي ايشوز، يعني مالك يعني. المهم سورندج ما طولش وظهر بعدها واحد اسمه فريدريك سكينر. الشخص ده قال حاجه مهمه جدا جدا جدا، الاطفال بتتعلم عشان تتجنب العقوبه اللي ممكن تقع عليهم لو ما اتعلموش. اصل الولد الصغير خايف لا يتضرب ولا يتحبس ولا تحرمه من اكل الشوكولاته يا عيني. سكينر ما وقفش هنا ووجه رساله للاهالي المريضه مره ثانيه، وقال ان انت لو عايز ابنك يبقى شاطر ومتفوق فعلا خلي ابنك يبقى هو اللي حابب يصحى الساعه 7 الصبح عشان يروح المدرسه، مش انت اللي كل مره بتبذل مجهود كبير عشان يقوم يروح مدرسته. وبعد ما الناس دي تعبت وطفحت الدم عشان تفسر لنا شويه نظريات تدعمنا نعرف نعلم العيال صح، وبعدها ظهرت لنا المدرسه الجشطلطيه. المدرسه دي جت ورفع شعار لا للبصمجيه. اول ما شافوها المهندسين المدنيين جري. الجشطلطيه قالوا ان انت مش هينفع تتعلم اي حاجه الا لما تفهمها
تتعلمها الاول، ساعتها اقدر اقول عليك متعلم، غير كده انت نكره في المجتمع. ومن هنا جت نظريه مهمه جدا في التعليم وهي التعليم البنائي، وكان رائدها جان بياجيه، ودي بصراحه اللي ماشيين بيها لحد دلوقتي. جان طلع واتكلم وقال طول ما انت بتدي المعلومه بسهوله للشخص عمره ما هيتعلمها، وعشان تتعلم صح لازم تعمل 3 حاجات. اول قاعده: يبني الفرد المعرفه داخل عقله ولا تنتقل اليه مكتمله. يعني هديك شويه اساسيات واستنتج انت الباقي مع حالك. وده طبعا بتشوفه في هندسه، بتلاقي الدكتور بيشرح حاجه وبيجيب لك في الامتحان حاجه تانية خالص. تاني حاجه: يفسر الفرد ما يستقبله ويبني الباقي بناء على ما لديه من معلومات. يعني انا ممكن اكون بشرح الحاجه لمليون بني ادم، المفروض المليون يطلعوا بنتائج مختلفه ومعرفه مختلفه ومعرفه اكبر من اللي انا بشرح بيها. تالت حاجه ودي مهمه جدا بقى: للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد اثرا في بناء معرفه. وده بيرجعنا لمفهوم مهم جدا عن البيئه، وان هي بتاثر في الانسان والانسان بيأثر فيها. طب واحنا ليه بقى مش عايزين نتعلم؟ هقول لك: الهرمونات وبلاويها. الهرمونات اللي الجسم بيفرزها في اوقات التوتر والشده بتخش بشكل مباشر وبتأثر على الدماغ والمشابك العصبيه. ولو ما تعرفش ايه المشابك العصبيه والدماغ فانت كده عندك مشكلتين: الاولى ان انت قاعد على الفيس بتضيع وقتك لو بتتفرج على اي حد تاني غيرك، الثانيه ان انت غالبا يا ما خدتش احياء في ثانيه ثانوي يا عديتها بالحب، لان المشابك العصبيه دي هي المسؤوله عن الاجراءات التنفيذيه، والاجراءات او الوظائف التنفيذيه دي زي التنظيم والذاكره. يعني من الاخر كده الهرمونات هتضرب عندك وظائف تنظيم العواطف والانتباه عندك. ولو مش عارف ده هيأثر في ايه دي كارثه، لان ده هيأثر بشكل مباشر على قدرتك انك تتعلم، ولو اثر على قدرتك انك تتعلم مش هتنجح. وطبعا التوتر والاضطرابات العاطفيه دي بتأثر على اللوزه الدماغيه. وطبعا ما تعرفش فكيل اللوز دلوقتي عامل 265، ده سعره وقت تصوير الحلقه. عرفتوا ان انتوا مش عارفين تذاكروا ولا تتعلموا؟ اول حاجه لازم تتخلصوا منها هي الضغوط دي، لان مع الوقت هتأثر بشكل مباشر على الاحساس بمشاعر الاخرين، ولو مش همك الاخرين فهي برضه هتأثر على التعبير عن مشاعرك الشخصيه. طبعا انت مش محتاج دلوقتي تسأل نفسك ليه في كتير من الطلاب بينتحروا. الطلاب دي للاسف بيستسلموا وبيوقفوا المحاوله، هم كل اللي في دماغهم انهم متخيلين ان مفيش امل، ما هو مش هنجح يعني مش هنجح خلاص الدنيا وقف. الموضوع مش مستاهل اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده يا جماعه. انت متخيل ان احنا وصلنا في 2018 ان معظم حالات الانتحار اللي كانت في مصر كانت بسبب الضغوط الدراسيه؟ ايه يا عم صلي على النبي، ده عباس العقاد كان معاه ابتدائيه. اصل فشلك الدراسي مش معناه ان دي نهايه العالم. انا عايز اقول لك ان في علماء واغنياء واثرياء كتير في العالم معهمش اعداديه. فعلى سبيل المثال توماس اديسون عملوه في المدرسه على انه غبي وان هو مش عارف يتعلم. الراجل ده عشان يخترع المصباح الكهربي حاول 100 مره، فصلى على النبي. طيب احنا مش عايزين نبقى مخترعين، عايزين نبقى اثرياء. تعالى على عمك ستيف جوبز، ساب الدراسه وما كملش. عيلته وقتها ما قدروش على مصاريف التعليم، فقرر ان هو يمشي ورا اللي بيحبه حتى لو مش متعلم. الناس دي كلها ما وقفش في وشها التعليم او الدرجات الوحشه. اوعى تفكر ان انا بشجعك عشان ما تتعلمش، بدك قوي في التعليم اللي انت مش بتحبه. انجح ان شاء الله على الحركرك طالما في دماغك خطه وعارف انت عايز تعمل ايه. التعليم مش مهم، لا التعليم مهم. هتفتقر لو ما عندكش علم ومعاك فلوس، ولكن لازم تبص انت عايز تتعلم ايه وعايز تتعلم في مجال ايه، وابدا طور نفسك واشتغل على مهاراتك. فكر دايما طول ما انت بتتعلم على هدفك الاساسي، الهدف اللي انت عايزه، الحاجه اللي انت عايز تتعلمها. ما تفكرش ان انت تتعلم عشان شخص يكون فخور بيك او ان انت توصل لحاجه الناس تشوفها عاليه. الهدف الوحيد اللي ممكن تسعى له ويكون صح انك توصل للي انت بتحلم بيه واللي انت شايف نفسك فيه، مش اللي الناس التانيه شايفينك فيه. ولو على المذاكره وصعوبتها، جمع يا عم اصحابك واعملوا ديش بارتي واقعدوا ذاكروا سوا واتبسطوا. انت عارف اكيد ان الكلام اللي بقوله ده ما بيحصلش، وبنتجمع نلعب بلاي ستيشن، بس حاول اسعى. يعني لو سعيت ان شاء الله ربنا هيوفقكم المره الجايه تذاكروا. يعني ما تنساش تعمل سبسكرايب وشكرا.